الاوضاع اللي بقت بتحصل داخل نادي الزمالك ما بقتش طبيعيه، والله العظيم اللي احنا بقينا بنشوفه دلوقتي ما بقاش طبيعي. ليه كل دقيقه وكل لحظه بتطلع حاجه تهزقنا احنا كزملكاويه؟ وطالما ابو الدهشين ضحك الضحكه دي في بدايه الفيديو يبقى انت عارف ان هو فيديو ناري ناري وكوميدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين قناه محمد الدهشان. فيديو جديد وحصري على قناتي. بتمنى في البدايه نعمل لايك للفيديو، لان اللايك بتاعك ده دعم منك ليا، ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. وهسيب لك رابط صفحتي على الفيسبوك في اول تعليق مثبت. لو انت مش عامل لي متابعه روح اعمل له متابعه، وصلوا على النبي في البدايه، قولوا عليه الصلاه والسلام. وسبحان الله سبحان الله يا جماعه، كما تدين تدان. انا كزمالك كنت بفحر حفره للاهلي عشان ابوظ سمعته واشهر بيه ان الاتحاد العربي لكره القدم هو اللي رفض مشاركه الاهلي في الادوار النهائيه، وطلعنا قلنا الخطاب اهو، واعلام نادي الزمالك بيكذب عليكم. طب ايه الجديد يا ابو الدهشين؟ الجديد كارثه. والله العظيم قلبي ما مطوعني اقوله لكم يا جماعه، والله قلبي ما مطوعني اقوله لكم. اللي حصل النهارده بيكذب رئيس نادي الزمالك، بيكذب اعلام نادي الزمالك، خلى وشنا كده. احنا ننسحب من البطوله العربيه. احنا لو عندنا بقى شويه بقى من اللي بيقولوا عليه ننسحب من البطوله العربيه، ما عادش ينفع. تاريخ نادي الزمالك يا جماعه بيبوظ، والله العظيم تاريخ نادي الزمالك بينهار يا جماعه. الاستاذ عامر حسين، مش فرج حسين، الحاج عامر حسين عضو اتحاد الكره بيقول لك مشاركه الزمالك في البطوله العربيه كماله عدد. بنشارك كماله عدد وليس بصفتك بطل الدوري المصري. فاهم انا بقول ايه؟ مستوعب انا بقول ايه؟ صباح الفل اهي اهي اهي. هي دي والله العظيم من يوم ما جبتها هنا وهي جايبه لي الغم كله. انا من يوم ما جبت البتاعه دي عندي وانا الغم راكبني يا جماعه. نادي الزمالك ما بيسلمش. رئيس نادي الزمالك اللي طلع قال لك الاتحاد العربي هيبعت لنا خطاب ان احنا نشارك في البطوله العربيه بصفتنا ابطال الدوري. اتحاد الكره بيقول لك لا، انت كماله عدد، واحد كماله والنبي، واحد كماله والنبي. الزمالك رايح كماله كماله. ده مش بطوله، ده محل كشري، ده محل كشري. احنا رايحين نلعب في محل كشري. يا كماله يا كماله انت وهو ما تطلعوش تتكلموا بعد كده على الاهلي. يا كماله انت وهو خليكم في نفسكم، روحوا سدوا الخانه. يا كماله انت وهو، احنا كماله. نادي الزمالك ما شاء الله اقوى نادي في افريقيا وزعيم العرب، رايح كماله كماله عدد. ايه يا جماعه ناقص لنا نفر هنا؟ طب هاتوا الزمالك، غلبان يا جماعه غلبان. هاتوا الزمالك فرحوه كده ماتش ولا ماتشين. ما احنا معروفين ان احنا بنطلع حصاله من دور المجموعات. ما هو مين هياخدنا كنادي اساسي يرفع من شأن بطوله؟ مين؟ قول لي انت بتوصل لحد فين؟ ده انت بتوصل من هنا لحد باب الاوضه اللي انا بسجل منها. فانت عايز تروح بصفتك ايه؟ كماله يا كماله يا كماله. مش هقول لكم بعد كده الا يا كماله يا كماله. ميدو بيقول لك لاعبي الاهلي ومدربه عايشين نجاحات وهميه في كاس العالم للانديه. والله العظيم انت بتقول طرب، انت بتقول طرب يا كابتن ميدو. فعلا هم ما عاشوش نجاحات، هي النجاحات كلها باينه دلوقتي في نادي الاسماعيلي. الا نادي الاسماعيلي ترتيبه كام في الدوري يا كابتن ميدو؟ طب سجلته كام هدف؟ طب جبت كام نقطه من يوم ما مسكت الاسماعيلي يا كابتن ميدو؟ اما تيجي تقول تصريح احترم عقول الناس اللي بتتابعك. هو مين اصلا في القاره بتاعتك كلها عمل انجازات غير النادي الاهلي؟ طب هات لي نادي كده في القاره عمل انجازات. قول لي، هات لي كده نادي في القاره عمل ماتشات تقيله كده في كاس العالم للانديه. هات لي نادي كده زي نادي الاهلي اللي كان مرشح ان هو هيطلع يا عيني بدري امام اوكلاند سيتي، والمستضيف للبطوله يا عيني روح من اول ماتش، والاهلي وصل لسيمي فاينال كاس العالم ولعب على المركز الثالث والرابع. هات لي غير الاهلي. شو قولوا يا جماعه اللي انتوا شايفينه، يمكن انتوا شايفين حاجات احنا مش شايفينها. سبحان الله. بصوا يا جماعه، كابتن جمال عبد الحميد طلع قال تصريح جميل جدا. بيقول لك بقى ايه؟ اعلام الاهلي بيمارس هوايته المفضله. لما الاهلي خسر 2 دوري طلع اعذار وهميه، وقدر ان هو يقنع الناس ويقنع المنظومه والجماهير ان هو اتظلم في ال2 دوري اللي خسرهم بالتحكيم. ده احنا ده احنا لما بنخسر ماتش بنقول لما عفارتك يا خطيب. احنا ما بنخسر ماتش بنقول لما عفاريتك يا خطيب. احنا اخر ناس نتكلم على الموضوع ده. ده الاهلي كان بيلاعب سموحه على الماتش اللي احنا ملناش فيه، طلعنا قلنا ان الاهلي عامل اعمال لسموحه. احنا اخر ناس يا كابتن جمال نطلع نقول اعذار. احنا اخر ناس نتكلم. يا كماله يا كماله خليكم في نفسكم انتوا وهو. بعد كده انا هسميكم الكماله. بعد كده اما تطلعوا على قناه نادي الكماله
اتكلموا عن النادي بتاعكم، يمكن ربنا يكرمنا وما نبقاش كماله، يمكن نبقى سوبر طبق كده اساسي على الغداء. انما كماله كماله وطالعين بنتكلم وبنتكلم على الاهلي. الاهلي الاتحاد العربي لكره القدم قاعد يحفى وزق عليه هاني ابو ريده عشان يوافق ان هو يشارك في البطوله العربيه. احنا اللي طالعين اللي كماله نقلل من اهلي واللي فينا بنجيبه في الاهلي، وطالعين بنقول ان الاهلي هو اللي انكرش من البطوله العربيه. طب اطلعوا ردوا بقى النهارده على حاج عامر حسين يا كماله انت وهو. بصوا بقى يا جماعه، في لاعب اسمه حسام دقدوق داخل نادي الترجي التونسي. اتحاد الكره الافريقي او الفيفا اعلن ان هو بيتعاطى منشطات. كلام جميل كلام جميل. طيب احنا بقى كزمالك، احنا بيتنا من ازاز، ليه بنحدف الناس بالطوب؟ يعني ليه نادي الزمالك على قناه نادي الزمالك امبارح يطلع يقول لك ده هيتخصم نقاط وفضيحه ومش فضيحه، مع ان انا رئيس النادي بتاعي طلع على القناه بتاعتي اللي هي قناه نادي الكماله قال لك انا عندي لعيبه بتتعاطى منشطات وبتشرب حشيش، ومش بس كده وبيجيبوا كمان انا اسف في اللفظ نسوان داخل نادي الزمالك. هل نادي الترجي التونسي طلع جاب سيره نادي الزمالك في حاجه؟ بالعكس، نادي الترجي التونسي ما جابش سيره نادي الزمالك في حاجه. طب انا ليه اطلع اقول ان هو يتخصم منه نقاط وماسك في نادي الترجي التونسي؟ طب ما انت عندك نادي اسمه صن داونز اخذ منشطات ولعب قصاد الاهلي وكسب وهو كان واخد منشطات، ما طلعتش اتكلمت عنه ليه؟ هل نادي الاهلي تدخل في شؤون حضرتك الداخليه؟ نادي الترجي التونسي عنده لاعب اخطا، اخطا مش هندافع، ولكن نادي الترجي التونسي هيعاقب اللاعب بتاعه. خلينا في حالنا يا جماعه. انا كزملكاوي نفسي بجد والله العظيم يا جماعه نبص في ورقتنا بجد وحقيقي بقى، نبطل بقى نطلع على قناه نادي الزمالك وندفع ملايين لناس معلش انا اسف في اللفظ انا شايف ان هم اقل من العاده في الكلام في الكوره، ونتكلم عن مشاكل النادي بتاعنا، نتكلم عن اخطاء النادي بتاعنا، ما نقعدش نمجد في مدير فني ما بيفهمش اي حاجه في الكوره. بعد احترام الجد وفرافيره، اداؤه داخل الملعب هو اللي بيقول كده، مش انا ما بفتريش يا جماعه، انا ما بفتريش ومحدش يقول اصل هو جاب دوري وكاس. اي حد بيجيب دوري وكاس. طلائع الجيش واخده الكاس من موسيماني، كانت ممكن تاخد دوري ويبقى خدت اسمها خدت دوري وكاس. يا جماعه خلوكوا في نفسكم، بصوا في ورقتكم عشان ربنا يكرم نادي الزمالك. احنا عندنا ماتش مهم امام شباب بلوزداد، طلعنا قللنا كمان من شباب بلوزداد وقلنا هنكسبهم 2 أو 3. ليه قناه نادي الزمالك مفتوحه بس عشان نهاجم الناس ونخلق الجدل ونسبب فتنه ما بين الناس وبعضها ونقلل من الانديه؟ ليه ما نبصش في ورقتنا؟ في النهايه يا جماعه انا عايز اقول كلمتين بما يرضي الله. انا شايف ان نادي الترجي التونسي اللي احنا بنقلل منه ده لا يقل عن النادي الاهلي في حاجه. الاهلي هو رقم 1 في افريقيا، بس نادي الترجي التونسي محترم، ليه القاب وليه تاريخ داخل الملاعب. انا عمري في حياتي ما شفت نادي الترجي التونسي قل من الاهلي، ولا عمر الاهلي قل من الترجي التونسي. الكبير يا جماعه كبير باخلاقه. انا بحب كابتن محمود الخطيب ليه؟ عشان هو راجل كبير باخلاقه وما بيغلطش في حد. طبعا يا جماعه انا وصلت نهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري، واستنوني في حلقه جديده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.